وبيبدأ الفيلم مع سيد وزوجة عايشين بمزرعة ضخمة لوحدهم وبيربوا الخرفان، ومنشوفهم عايشين حياة ريفية بسيطة وهادية بالمكان اللي هن فيه. ولكن غالبة عليهم مشاعر الوحدة والحزن، وخاصة بعد وفاة بنتهم الوحيدة. وبيوم من الأيام بيدخلوا لحتى يولدوا خروف عندهم بالمزرعة، وبينصدموا لما بيشوفوا الخروف اللي انولد جديد، لأن بيكون نصه إنسان وراسه بس راس خروف. ولهيك بيقرروا ياخدوها ويربوها معهم بالبيت ويعتنوا فيها، وبيعتبروها مثل بنتهم وبيسموها آدا. ومرة منهم منشوف الزوج اللي اسمه انقفار عم يفلح الأرض بالمزرعة وعم يبكي، لأن من زمان كان نفسه تجيب بنت، وبصير يشكر ربه لأنه عطاه آدا اللي نصه إنسان ونصه خروف. وبعدها منشوف الزوجة ماريا عم تنشر غسيل، بس بتسمع صوت غريب كتير، ولما بتروح لتتعرف على مصدر الصوت بتشوف انه هاي الخروف اللي ولدت آدا، وبتكون واقفة عند الشباك وبدها بنتها وبتطردها ماريا. وتاني يوم بتروح ماريا لتشتغل بالأرض، وبيضل زوجها بالبيت مع بنتهم. ولكن لما بترجع من شغلها بالأرض ما بتشوف البنت، وزوجها بيكون ما بيعرف وينها، وبيطلعوا سوا ليدوروا عليها مثل المجانين وكأنها بنتهم فعلا، وبيشوفوها مع امها الحقيقية. والزوج فورا بيخلع سترته وبيلف فيها بنته وبيرجعوها معهم على البيت وبيحطها بسريرها اللي صنع لها اياه. وهون تظهر ايدين آدا بمشهد مرعب جدا، وبيكونوا بالفعل ايدين طفل صغير بس مع راس خروف. وانا هون عدت المشهد اكثر من مرة لاتأكد من الشيء اللي شفته، لانه انا نوردن يا اخوان انرعبت كتير وصرت خاف، وخاصة انه آدا عم تكبر واهلها فرحانين فيها كتير وعم يهتموا فيها ويعاملوها مثل بنتهم واكتر. وبيوم من الايام ماريا بتشوف كابوس مزعج كتير، فبتصحى من النوم وبتاخد سلاح وبتطلع برا البيت وبتخلص على الخروف اللي ولدت آدا، كرمال ما تضل تشوفها وتضل تتعذب بسببها وتحس بالذنب انه اخذت لها بنتها، وبتدفنها لحتى ترتاح من عذاب الضمير اللي بتحس فيه كل ما تشوفها. وهون منشوف انه في شخص شاف اللي كانت عم تعمله، وهو اسمه بيتر اخو زوجها، وبيكون مو فاهم ليش هيك عملت. وتاني يوم الصبح بيدخل بيتر وبيسلم عليهم وبيخبرهم انه وصل امبارح بالليل بس ما حاب يزعجهم، وبيجلسوا كلهم سوا لحتى يفطروا. وبيشوف بيتر انه في 4 صحون على الطاولة، فبيتفاجأ لان هن 3 اشخاص بس، ولكن بيخبروه انه هاد لبنتهم آدا. وبعد لحظات بتدخل آدا وبتجلس معهم على الطاولة، وبيتر مو فاهم شي وبيكون مصدوم كتير. وماريا بتخبر آدا انه هاد عمو بيتر لا تخافي منه. يعني بصراحة ما بعرف مين الخايف من التاني، آدا ولا بيتر. وبعد الفطور بيطلع بيتر ليحكي مع أخوه عن هاي الكارثة اللي عاملينها هو وزوجته، وكيف بيربوا خروف بهذا الشكل الغريب، والأغرب من هيك إنهم بيعاملوها وكأنها بنتهم. ولكن أخوه بيرد عليه إنه هاي هدية من عند ربنا ونحن فرحانين فيها كتير. وبعدين ماريا هي وآدا بتدخل لعندهم وبيخبروهم إنهم رايحين يناموا، وبتكون ماريا ماسكة إيد آدا وعم تتعامل كأنها بنتها، مع إنه المنظر مرعب بالفعل. وبيتفاجأ بيتر من معاملته الجدية مع آدا، وبيحاول يحكي مرة تانية مع أخوه، ولكن أخوه بيرفض الكلام بهالموضوع نهائيا وبيطلب منه ما يحكي ولا كلمة عن آدا. وتاني يوم بيروحوا كلهم على الأرض، وبيتر بيحاول يتحرش بماريا وبيحاول يعمل معها علاقة وكذا مذا، اللي فهم يكبس لايك. ولكن ماريا بترفض وبتطلب منه يبعد عنها وعن حياته، لأن هذا الشيء عيب وما بيصير. وبيستغرب بيتر وبيسألها انتوا عم تربوا خروف وتعاملوها كأنها بنتكن، وبما انك حباب كتير لازم تخليني العب بالطابة وما تشوف الشيء اللي عم اعمله غلط. وماريا ما بترد عليه وبتبهدله. وبعدها منشوفهم عم بينظفوا حظيرة الحيوانات، وبتيجي آدا وبتوقف امام بيتر اللي بيناديله ليطعميها عشب، وبصير يقطف من العشب ويطعميها. وبيشوفوا اخوه وبينزعج كتير وبياخد آدا منه، ولكن بيتر بيرد عليه انه هاد حيوان مو انسان وهيك لازم تتعامل معه. ولكن اخوه بيغضب منه وبياخد بنته على البيت. وبالليل لما يكونوا كلهم نايمين بيتر بياخد آدا على مكان بعيد عن البيت وبيطالع سلاح وبيحاول يخلص على آدا لحتى يساعد اخوه وزوجته من هالجنان اللي عم يعملوه. بس للصراحة أنا زعلت عليها لآدا، لأن حرام شكلها بريئة كتير وما لها ذنب بالشيء اللي عم يعملوه.
المهم بتصحى ماريا وما بتشوف آدا بسريرها وبتخاف عليها كتير وبتركض لتدور عليها، ولكن بتشوفها نايمة بحضن بيتر اللي شكله ما حسن يخلص عليها. تاني يوم بتروح ماريا على قبر بنتها الحقيقية اللي ماتت من زمان، وهن لسه مصدومين وزعلانين عليها ومو عارفين يتجاوزوا الموضوع، ولهيك هن متمسكين بآدا، وأبوها لآدا بيكون عم يحكي لها قصص بالليل كرمال تنام. وبعد كم يوم منشوف بيتر صار ينسجم مع آدا ويحبها وبياخدها لعند النهر لحتى يلعب معها، وبيشوفون ماريا وزوجها وبيفرحوا كتير انه بيتر صار يحب آدا ويتقبل وجودها. ومنشوف بيتر عم يحكي مع آدا مثل كأنه عم بيفضفض لها، وبيتأمل انه ممكن تفهم كلام البشر وتتفاعل معه. وبيرجعها على البيت وبيشوف اخوه وزوجته عم يلعبوا ويستمتعوا بوقتهم، وبعدين بيجلسوا كلهم مع بعض وبيصيروا يتفرجوا على مباراة وهن مستمتعين كتير ومبسوطين بحياتهم. وبعدها ماريا بتشغل فيديو قديم لبيتر لما كان صغير وبصيروا يضحكوا عليه وبيشغلوا اغاني وبيرقصوا مع بعض، وكمان آدا بتكون معهم وعم ترقص وكلهم مستمتعين بوقتهم وفرحانين وسكرانين. وبعدها بيروحوا لحتى يناموا، وتاني يوم بيتر بيجي على باله يعمل علاقة وكذا مزة مع ماريا زوجة اخوه، وبيحاول معها مرة تانية يعني بلكي ترضى، ولكن ماريا بترفض وبتبعده عنها. وهون بيتر بيهددها انه رح يحكي لآدا انه شافها عم تقتل امها الحقيقية واخدتها منها ودفنت امها الخروف بالحديقة. وهون ماريا تاخده على باب المخزن تبعهم وبتصير تبوسه وتراضيه، وفجأة بتحبسه داخل المخزن، وتاني يوم بتفتح له الباب وبتخبره أنا ناطرتك بالسيارة. وبيروح بيتر لعندها، وهون ماريا بتوصله لعند الباص وبتعطيه مصاري وبتطلب منه يمشي ويتركن بحالهم وينسى كل شي شافه عندهم، وبتحكي له انه آدا عبارة عن هدية من ربنا، وانه هي بالفعل غيرت لهم حياتهم الروتينية المملة جدا، وصاروا يحسوا انه بيتهم فيه حياة جديدة. صار لازم يمشي لحتى ما يدمر حياتهم اكتر بعد ما تحسنت كتير، وبيتر بيتعاطف معها وبيعمل مثل ما بدها وبيحضنها وبيمشي. وبنفس الفترة بتكون آدا وأبوها عم يتمشوا بالمزرعة، وبصير يعرفها على الطريق كرمال تعرف ترجع على البيت لحالها إذا صار أي شيء أو ضاعت. ومنشوف ماريا رجعت على البيت وبتكون فرحانة كتير انه تخلصت من بيتر، بس ما بتشوف حدا بالبيت وبتخاف كتير وبتطلع لحتى تدور على زوجها وبنتها. ومنتفاجأ لما نشوف زوجها عم يموت وماسك رقبته مثل كأنه حدا خلص عليه. ايوه، وهون الرعب والصدمة لما نشوف الخروف الكبير اما لآدا رجعت من الموت بموقف مهيب ومرعب جدا، وخلصت على الزوج واخذت بنتها منه، وكمان بيكون شكلها نص انسان ونص خروف. بس منشوف آدا حزين كتير وعم تبكي على موت والدها. ومنرجع لماريا اللي بتكون عم تدور على زوجها وعلى بنتها آدا، وبعد لحظات بتشوف زوجها ميت بالأرض وما في أي أثر لآدا، وبتختفي آدا من حياة ماريا. وماريا بتكون تدمرت حياتها على الآخر لأن خسرت زوجها وبنتها للمرة الثانية، وبتحضن زوجها وبتصير تبكي وما بتعرف كيف بدها تعيش من غير زوجها، وخصوصا بعد ما طردت بيتر وما ضل في حدا بهذا المكان الواسع غيرها، وبتصير تطلع حواليها بكل مكان وتحاول تدور لتشوف آدا اللي ربتها، ولكن بتسكت فجأة وبتنهار وبتتأكد انه خلص آدا انتهت من حياتها. وهيك بينتهي الفيلم. شاركوني رأيكم بالتعليقات ولا تنسوا زر اللايك والاشتراك. كان معكم نوردن، بحبكم يا أحلى عيلة.